أخيرًا المنحة اللي سألتوني عنها كتير أوي وهي منحة woman to woman هي مفتوحة دلوقتي، وأنتم كلمتوني كتير أوي على الإنستجرام إن أنا أعمل لكم فيديو عنها، فأنا قُلت خلاص إن أنا هاطلع أتكلم فيها في فيديو عشان عارفة إن أنتم مهتمين أوي من ساعة ما عملت الpersonal experience بتاعتي فيها، تجربتي الشخصية، فأنا قُلت أعمل لكم الفيديو ده. ففي الفيديو ده إن شاء الله هاكلمِك عن كل حاجة لمنحة woman to woman، وزي ما الاسم واضح هي المنحة دي للبنات من سن 15 ل19 سنة. فالفيديو ده مش هيفيد الولاد أوي، بس لو عندك أخت أو عندك أي حد قرايبك في أصدقائك من سن 15 ل19 سنة، ممكن تبعت لها الفيديو ده، أو ممكن تساعدها إن هي تقدم على المنحة. خدي بالِك عشان هي الdeadline للمنحة يوم 2 مارس، فلسه قدامِك وقت إنِك تقدمي، فابدئي جهزي من دلوقتي. ازيك؟ أنا اسمي عالية، وأنا سافرت أكتر من 18 دولة، وخدت أكتر من 40 منحة، منهم منحة women to women، وأنا هنا باقدم على channel محتوى تعليمي ومحتوى عن السفر. يلا بينا نبدأ الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي سبسكرايب، وكمان تبعتي الفيديو لاصحابك. يلا نبدأ الفيديو. وتنسي تحطي المايك فحطيته دلوقتي، اتمنى الصوت يكون كان مسموع. هي منحة woman to woman، انا هكلمكم في الفيديو ده بشكل عفوي جدا، لان هي المنحة انا خدتها وكانت اول منحة سافرت عليها ساعتها وانا عندي 17 سنة زي ما كلمتكم في الفيديو. فايه هي منحة woman to woman؟ منحة woman to woman هي منحة مدتها 10 أيام في أمريكا، في United States of America، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي للبنات من سن 15 ل19 سنة. لو أنتِ في ثانوية ولو أنتِ في الجامعة ممكن تقدّمي عادي جدًا، هي أهم حاجة إن أنتِ تكوني في رينج السن من 15 لحد 19 سنة، يعني ممكن لو أنتِ عندِك 20 سنة إلّا يومين تقدري تقدّمي، لو أنتِ عندِك 15 سنة ويومين برضه تقدري تقدّمي عادي جدًا. هي ساعتها بتبقى في شهر يوليو، يعني أنتِ بتقدّمي يعني أنتِ بتسافري لو اتقبلتِ في إجازة الكلية، في إجازة المدرسة، يعني هي حرفيًا من يوم 7 يوليو ليوم 14 يوليو لو أنا فاكرة كويس، ده كان السنة بتاعتي وI think إن هي كل سنة أو في الrange ده عامةً، يعني هي بتبقى في شهر 7 كل سنة، فما تقلقيش خالص، يعني مش هيضيع عليكِ term، مش هيضيع عليكِ أي حاجة في الإجازة. التقديم مفتوح دلوقتي لحد 2 مارس 2026، فلسه عندِك وقت إنِّك تقدري تقدّمي. وهي المنحة أنا أول منحة قدّمت عليها، مش أول منحة قدّمت عليها بس، هي أول منحة أنا اتقبلت فيها، وهي منحة woman to woman. وهي المنحة بالنسبة لي هي سهلة جدًا، بس هي سهلة برضه لإن هي لسِن أصغر، فأنا يعني أنا متفهمة ده. المنحة بتكون في Emerson College، بتكون في مدينة بوسطن، في أمريكا، فبتكون في ولاية بتكون في مدينة بوسطن في أمريكا. التقديم على woman to woman زي ما قُلت إن هي أهم شرط إن أنتِ تكوني من 15 ل19 سنة، وطبعًا إنِّك تكوني بنت، لإن أنا عارفة إن في ولاد سألوني على المنحة دي قبل كده. لأ، هي للبنات بس، بس لو تعرف حد ممكن تبعت لها الفيديو ده. وهي كمان مفتوحة لكل البنات من جميع دول العالم، يعني لو أنتِ من مصر، لو أنتِ من العراق، من الأردن، من المغرب، من فلسطين، من أي دولة عربية تقدري تقدمي، حتى لو أنتِ من دولة أجنبية، هي أصلًا مفتوحة لكل البنات في كل دول العالم. يعني أنا في سنتي كنا 100 بنت، كنا حرفيًا مصر وإيطاليا والعراق اللي فاكراهم والأردن، بنات من دول كتيرة أوي، والجزاير فاكرة بنات كتيرة أوي. فدي أحلى حاجة فيها، بتقابلي بنات من نفس الفئة العمرية دي من كل دول أحسن حاجة. وعادي بيقبلوا بنات من كل المدارس، يعني مثلًا ما تقوليش أصل أنا في المدرسة دي في مدرسة حكومي مش هيقبلوني، أو أنا في مدرسة international مش هيقبلوني، بيقبلوا من كل المدارس عادي جدًا، لإن أهم حاجة هو الmotivation بتاعِك، هو اللي أنتِ الحافز اللي أنتِ عايزة تروحي عليه على الprogram، وإزاي أنتِ اللي عملتِ الapplication بتاعِك أصلًا، دي أهم حاجة. طيب، أو إيه هو شروط المنحة والrequirements. شروط المنحة سهلة جدًا، هي مش طالبة أي شهادة لغة، ولا طالبة حتى شهادة دراسية، لإن يعني مش طالبة خالص شهادة دراسية أو شهادة لغة أو أي شهادات في العموم، هي المنحة مش طالبة ده خالص. ولكن أهم حاجة هو الmotivation فعلًا، أنتِ ليه عايزة تروحي الprogram ده. هي woman to woman أصلًا program للleadership، هو عبارة إن هو program للقيادة للبنات، وكمان للpublic speaking، يعني هي عبارة عن soft skills بيعلّموها لِك هناك في آخر الprogram. فهو الprogram بيهيئِك إنِّك تبقي قائدة، بيهيئِك إن أنتِ تقودي في المجتمع، وإن أنتِ تبقي leader، وإن أنتِ كمان تعرفي أكتر على الsoft skills اللي هتساعدِك طبعًا في الدراسة، هتساعدِك بعد كده في التقديم على المنح، هتساعدِك في الشغل، وهي ساعدتني فعلًا خصوصًا في السن الصغير ده. يعني تخيّلي لو عندِك 15 سنة، 16، 17، 18 سنة، وبتاخدي الskills دي وبتاخدي المهارات اللي أنا عارفة إن إحنا مش بناخدها في المدارس عندنا، فده هيساعدِك قد إيه. طيب، هي woman to woman من 21 يوليو، الprogram ل30 يوليو، مش زي ما فهو من 21 يوليو ل30 يوليو. هو أهم حاجة إن هو يبقى في شهر يوليو، فزي ما قُلت لكم يعني، وبتغيّروا كويس إن هو متأخر، يعني حرفيًا لو في حد بيخلّص
ما أعتقدش أعرف إن في جامعات فعلًا بتخلّص متأخر أوي، بصراحة الجامعة بتاعتي على طول بتخلّص بدري، يعني بنخلّص في أول 18:00 فأنا ما أعرفش، بس أنا عارفة إن في زي طِب أو كده بيخلّصوا متأخر، فدي حاجة كويسة أوي إن أي حد لو اتقبلتِ فيها هتعرفي تروحي كده، لإن دي إجازة يعني. وغير كده الprogram كمان بيعرّفكم عن الgovernance الهيكلة في الولايات المتحدة، وتعرفوا أكتر على المنظمات هناك، يعني لو في واحدة منكم حابة تخش بعد كده سياسة واقتصاد، تعرف أكتر عن العمل الدولي، وحتى أنا شايفاه بجد حتى ساعدني في الشغل مع الأمم المتحدة، يعني بجد كل حاجة كده متواصلة ببعض، يعني لمّا تبدئي تكبري وتبدئي تشوفي كده قبل كده، لأ كل حاجة كده متواصلة ببعض بجد، وكل المهارات اللي أنتِ اتعلمتيها من وأنتِ صغيرة توصل دلوقتي، فأنا شايفة إن هي opportunity كويسة جدًا، خصوصًا إن هي مثلًا تقولي اللي هو أنا مش عايزة أسافر دلوقتي، مش عايزة أروح أدرس البكالوريوس، مش عايزة أروح أدرس ثانوية برّه في منحة زي UWC أو Africa Leadership Academy، هاسيب لِك عامةً في الdescription عن منحة UWC، دي البداية، ودي البداية اللي أنا بدأتها، وشايفة فعلًا إن ده الأصح إن إحنا نسافر أول مرّة كبنات صغيرة، نسافر بجد حاجة زي woman to woman اللي هو أسبوع، 10 أيام، اللي هو أنتِ هتسافري أسبوعين وبعد كده طلعتِ بولندا اللي هو بعد كده 3 شهور، وبعد كده تقدري بقى تسافري سنة، سنتين، 3 أو ما تسافريش زي ما أنتِ عايزة، يعني شايفة في ناس من صحابي بيحبّوا يسافروا كده، اللي هو يسافروا أسبوع، يسافروا 10 أيام ويرجعوا، ودي حاجة لذيذة جدًا، أنا باحب أسافر أكتر، باحب أشوف العالم، فعادي كلنا مختلفين. فهي منحة woman to woman بجد أنا شايفاها لو أنتِ عايزة تطوّري فعلًا مهاراتِك الsoft skills دي هتبقى مهمة أوي جدًا ليكِ المنحة دي، لحد ما تكبري، يعني أنا أهو عندي 23 سَنة ولسه فاكرة حاجات بجد والله لسه فاكرة بجد الeducational content اللي أنا خدته من woman to woman connections لسه في بنات باتكلم معاهم لحد دلوقتي، فاكرة إن أنا رُحت مع الalumna مثلًا gathering واتكلمت مع البنات الخريجات من woman to woman وانبسطت جدًا واتعرّفت عليهم واتصاحبت، عشان إحنا الاتنين كنا في نفس الprogram لإن الprogram حرفيًا I think من 2007 أو من 2003 فتخيّلوا لحد دلوقتي لحد 2026 دلوقتي أهو كمان في كل سنة في alumna من مصر، بنات من مصر حتى من الدول العربية، فأنتِ في أي مكان أنتِ ممكن حتى تتواصلي معاهم على LinkedIn، أنا فاكرة إن أنا على طول كنت كاتبة إن أنا woman to woman فاللي هو باشوف البنات التانية اللي من woman to woman وبنت تخش تسألني علي أنا قدّمت على woman to woman وهكذا، فدي حاجة بجد بنتعرّف بيها على بعض. السؤال الأهم وهل الprogram مموّل بالكامل fully funded؟ حاجة بس أول شيء أنا لمّا سافرت عليه هو كان مموّل بالكامل، لإن الprogram كان تابع للسفارة الأمريكية في مصر، يعني أنا اللي اتعمل لي الinterview كان ساعتها حد من السفارة الأمريكية في مصر أنا فاكرة، لإن أنا حتى طلعت معاهم بعد كده camp يعني. فسنتي I think لحد 2022 كان الprogram woman to woman كان مموّل بالسفارة، فكان كل اللي بيطلع عليه كان fully funded طبعًا، كل حاجة بقى السفارة كانت بتfund كل حاجة travel tickets، الفيزا، الaccommodation مع الprogram بقى accommodation، الfood وهكذا يعني. ولكن بعد كده ما بقاش مموّل من السفارة، بقى مموّل بس من الجهة، وبالمناسبة الجهة أصلًا اللي هتاخدوا منها الشهادة دي Empower Peace، وبجد Empower Peace organization عظيمة ممكن تسرشوا عنها، هي بجد أنا أصلًا عارفاها من وأنا صغيرة، دي حاجة جهة ويعني داعمة وجهة ثقة وذات قيمة يعني في الشهادة بتاعتكم. دلوقتي ما بقاش هي ممولة بالسفارة، فالتمويل بقى أقل جدًا، خصوصًا أصلًا السنة دي مع الظروف اللي بتحصل لأمريكا. إيه اللي مخلّيني أصلًا مش باتكلم عن مِنَح لأمريكا كتير زي ما أنتم عارفين، في مِنَح كتيرة جدًا زي SUSI، زي Global eGrad، يعني في مِنَح كتيرة، بس أصلًا في شوية منهم اتوقّف وما اتكلموش عنهم. وغير كده إن في كتير من الfunds أصلًا وقفت، زي مش عارفة مش عارفة ممكن تكوني عارفة حاجة زي دي والّا لأ، وقف في مصر اللي هو كان منحة للطلاب الخارجين ثانوية، هيروحوا بقى الESC، جامعة القاهرة، حتى الcredit programs يعني، بس اتوقفت، الfunds اتوقفت عنها. فهكذا أنا في programs مش عايزة أتكلم عنها، مش عايزة أحُط مسؤولية إن هو يبقى في scholarship أو إن أنتم تتقبلوا أصلًا وأصلًا خلاص مصر ما بقتش موجودة فيها بسبب اللي بيحصل في أمريكا، فأنتم تقدروا تقدموا عليه، وأمريكا بالمناسبة فيها تغيرات كل شهر، يعني ممكن حرفيًا هم أصلًا وقّفوا الفيزا للمصريين، بس I think لو program عادي ممكن الفيزا تطلع، بس وقّفوا الفيزا السياحية للمصريين أصلًا ودول كتير عربية، فحرفيًا أمريكا كل شهر بحاجة من ساعة اللي حصل يعني. بالنسبة لي هاقدّم على program مثلًا woman to woman بس هاقدّم على programs تانية معاه، مش هاقدّم بس على أمريكا بس، عامةً مش عشان woman to woman عشان أمريكا في العموم. فأنا حابة بس أقول إن الscholarships ما بقتش كتيرة، في هو الprogram هو اللي بيدفع دلوقتي Empower Peace، مش كلّهم هيبقوا fully funded، في حاجات هتبقى منحة جزئية، يعني لو قادرة إنِّك تدفعي travel tickets وتدفعي الفيزا، ولكن ده بيتحدد بعد
ولكن ده بيتحدد بعد ما تعملي الapplication. هل أنا أقول إنِّك تقدّمي والّا لأ؟ أنا باقول إنِّك تقدّمي عادي جدًا، بجد أنا باقول إن أنتم تقدّموا عادي جدًا يا بنات، بجد قدّموا عادي جدًا، هي منحة مهمة جدًا، ولكن أنا حبيت أكون صريحة معاكم، عشان كذا سألتوني كذا حاجة، وأنا فعلًا في سنتي كانت ممولة من الصفار، عشان في بنات بتقول لي مش ممولة من الصفار، أنا باتكلم على سنتي باتكلم على my own experience. فبس يعني دي حاجة مهمة جدًا. وعايزة برضه دي حاجة مهمة تانية، إن مش كل المنح عشان كده باقول على طول أنا باحب update المنح، وأحب update الprograms وحتى update القصة بتاعتي أو كل حاجة، إن مش على طول نفس الحاجة، يعني مثلًا أكيد المنحة التركية السنة دي مش هي المنحة التركية كانت بتاعة السنة اللي فاتت، woman to woman السنة دي مش هو woman to woman بتاع السنة اللي فاتت، programs حتى أمريكا في programs ما فتحتش أصلًا، أنا لو كنت اتكلمت عنهم it doesn't make sense هم أصلًا ما فتحوش، مين اللي هيقدم عليهم يعني؟ فبس، فدي حاجة مهمة حطوها في دماغكم. فيعني اختصارًا كده في منح still في منح موجودة، بس ما بقِتش زي الأول، يعني ممكن مثلًا 200، 3 اللي ياخدوهم، مش زي الأول مثلًا كانوا أكتر. منحة برضه بنات كتير أوي بتقدّم عليها من حوالين العالم، فهُم في الآخر بياخدوا 100 من كل الدول دي، يعني فممكن مثلًا من بنتين ل4 ل5 يطلعوا من مصر، فدي برضه حاجة مهمة جدًا لازم تحطيها في اعتبارِك. تجربتي الشخصية في woman to woman، أنا باحب الفيديو اللي أنا عملته على الإنستجرام والتيك توك عن woman to woman بجد one of my favorite one of like the most viewed، يعني جات لي views كتيرة أوي وfollowers وlikes وكده من البنات بقى على الفيديو ده، ودي حاجة أنا باحبها جدًا إن تعرفي تجربتي في woman to woman. woman to woman لو أنتِ مش عارفة دي أول scholarship أنا اتقبلت فيها، أول program أنا اتقبلت فيه، وبجد أنا باحبه جدًا عشان كده طبعًا، يعني أنا فاكرة لحد الآن مش هانسى بجد إن أنا كنت باعمل application في العيد، والله أنا فاكرة إن ده كان آخر يوم رمضان وأول يوم العيد، وإن أنا كنت باعمل application ده في العيد، وكنت سهرانة الفجر. يعني أنا دلوقتي مثلًا أنا بانام دلوقتي الساعة 23:00، 12:00 بس أنا كنت باسهر ساعتها للفجر عادي، وبعد الفجر أنا كنت سهرانة لحد الساعة 20:00 عارفين أنتم اللي هو قعد العيد، أنا عادي كنت قاعدة باعمل application، وده والله بجد بيظهر لي كده حاجة في دماغي ولو أنتم بتتفرجوا عليَّ عن الدiscipline والاجتهاد، بجد والله يعني مش حاجة تانية في دماغي، اللي هو مش مصدقة، بس يعني أنا كنت حاسة بحاجة كده وأنا باقدّم على الapplication مش عارفة أنا أصلًا مش عارفة أنا عرفت الprogram من مين والّا مين اللي قال لي عليه، ما حدش قال لي عليه، والله أنا على طول باقول الprograms اللي أنا قدّمت عليها حتى الEuropean Solidarity Corps هاسيب لِك الlink اللي طبعًا في أوروبا في الdescription قدّمت عليه لوحدي، ما شُفتش حد بيتكلم عليه، فاللي هو بالنسبة لي لأ، أنا حسيت إن في spark كده جوايا، حسيت حاجة الprogram ده إن أنا هاتقبل فيه وإن أنا لازم أقدّم عليه، واللي هو كنت مبسوطة أوي، وفاكرة في الinterview إن هو الinterview كان كويس أوي، ساعتها بتسألني عايزة تدرسي إيه، وعايزة كان cute أوي، وقصدي أقول كلمة cute دي بجد حاسة كده بافتكر علي وأنا 17 سنة، دلوقتي عندي 23 سنة، فحاسة اللي هو الinterviewات اللي بتحصل لي دلوقتي دي لأ. يعني كان أكتر الinterview كان عليّا أنا، كان على شخصيتي، عايزة تعملي إيه، الpassion بتاعِك، عملتِ إيه قبل كده، اتطوعتِ في إيه، فنصيحتي بجد يعني اتكلموا عن الحاجات اللي أنتم عملتوها، طبعًا أنا على طول باتكلم في فيديوهاتي التطوع، 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 خصوصًا في السن الصغير ده، ده الحاجة اللي أنتِ تقدري تقدميها فعلًا، إن أنتِ تكوني عملتِ حاجة لمجتمعِك، فاتطوعي واتكلمي عن ده. أنتِ لو اتطوعتِ حاجات بسيطة اتكلمي فيها، لو عملتِ حتى project في المدرسة تطوع بسيط اتكلمي عن ده، مش باقول إنِّك تعملي حاجة جبارة، لإن أنا عارفة إن ممكن أهالينا ما بيكونوش بيرضوا في الوقت ده إن إحنا نعمل حاجات تانية، بس حاولي، حتى والله إنِّك تشاركي في نضافة المدرسة، نضافة الجامع، نضافة الكنيسة، يعني مش لازم بس تنضيف، باتكلم في العموم، أي حاجة تانية، طبخ، نروح ملجأ، نروح shelter، أي حاجة، أي حاجة والله. يعني أنا كنت فاكرة إن أنا كنت باروح رسالة مثلًا. رُحت بعد كده الهلال الأحمر أساعد وهكذا، ما كانش عندي خبرة تطوعية جبارة في السن ده عامةً يعني، أنا أصلًا بدأت أغلب خبرتي التطوعية بجد في الجامعة، يعني كنت حكيت عن ده قبل كده عشان بقى الorganizations والNGOs وبدأت أتعرف بقى وبدأت أعرف my passion بقى والunited nation والحاجات الحلوة دي. بس يعني وتتكلمي فعلًا ده اللي على طول باقول عليه وهاعمل لكم فيديو قريب خلاص، هو الmotivational letter خطاب التحفيز، ده مهم جدًا، أنتِ تتكلمي أصلًا أنتِ ليه عايزة تقدمي على المنحة دي، وإيه اللي فيكِ أصلًا يخلّيكِ تتقبلي في المنحة دي، اللي أنا قُلت فيه أنا عملت الskills دي، أنا باعمل إيه في المدرسة، أنا عايزة أعمل إيه في المستقبل، وبعد كده تتكلمي إزاي المنحة دي هتفيدِك وهتفيدِك للمستقبل، وأنتِ عايزة تعملي إيه أصلًا في المستقبل، ده أهم حاجة، بجد ده أهم حاجة، توريهم اللي هو أصل أنا هاخدِك ليه للمنحة دي، ما في آلاف غيرِك بنات بيقدّموا. هي المنحة الصراحة life changing I would say، بس أنا عارفة إن التغيُّرات اللي بتحصل للأسف المنحة ما بقِتش زي زمان في التمويل،
ولكن هي في نفس المحتوى، فأنا شايفة حتى إن أنتِ لو قادرة إنِّك تدفعي الفees دي، ده هتبقى حاجة هتغيّر لِك جدًا، ودي حاجة للأسف هي مش culture عندنا أوي في مصر، ولكن هي cultures في بعض الدول، يعني مثلًا في program جنوب أفريقيا اللي أنا رُحته هاعمل لكم فيديو برضه عنه مخصوص. كان معايا ناس كتيرة كانت جاية من غير منحة، من غير scholarship، كانوا دافعين يعني من الإكوادور، كان في ناس من البرازيل، كان في ناس من إيطاليا، من البرتغال. عندهم الculture دي إن ييجوا 3 شهور يقضّوا exchange كده، خلاص ده الgap year بتاعتهم بعد الثانوية مثلًا، ده عندهم الculture دي، يدفعوا فلوس. عارفة إن في مصر حتى أو في الدول العربية حتى لو يعني لو في فلوس، بس اللي هو ليه، طب ما أنا أعمل حاجة تانية، لأ هو ده التعلُّم اللي بجد الصراحة بالنسبة لي. يعني فأنا شايفة إن دي حاجة برضه مهمة وهتساعدِك جدًا، وهتفتح ليكِ أبواب مختلفة، بمنحة أو من غير منحة، ولكن أنا باشجعِك إنِّك تقدّمي، وتقدّمي على programs تانية مش تقدّمي عليه. فخليكِ متابعاني، يعني خليكِ متابعاني هنا على اليوتيوب، متابعاني على السوشيال ميديا، أنا على طول باتكلّم عن opportunities وباتكلّم عن رحلتي as عالية explores. فأنا مبسوطة جدًا، وبس كده، لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تبعتيه لصحابِك وتقولي لي في الكومنتات لو عندِك أي أسئلة عن الprogram، وكمان تعملي like، بجد دعمِك هيفرق معايا جدًا إن أنا أفضل أكلمكم عن programs، وإن أنا أكلمكم عن tips إن هي تغيّر حياتكم للأفضل وتقدروا تسافروا. باي باي.